مساء الخير عليكم. النهارده هنقدم وصفه زي ما انتم شايفين كده، كبده اسكندراني بطعم تحفه. تريكات هنحطها بسيطه هتخليكي تاكلي احلى كبده اسكندراني، وشايفين الشرايح بتاعتها بوحدتها. زي ما انتم شايفين هنجيب نص كيلو كبده. انا بحب اقطعها شرايح كده اهوت بالمقص، بيبقى سهل قوي عليا. يا اما انت ممكن تجيبيها جاهزه شرايح اللي بيقولوا عليها كبده عصافيري. بعد ما بقطعها كويس هبتدي اغسلها. هنغسلها بمكونات بسيطه قوي: ليمونتين هنعصرهم، ومعلقه صغيره خل، نص كوبايه لبن. هنقلبهم، انا كاتبالكم المقادير على الوصفه. هنقلبهم كويس قوي. بعد ما هنقلبهم هنبتدي نحط مكون مهم جدا هيخلي ما فيهاش ريحه زفار، هي معلقه صغيره طحينه. ونفضل نقلبهم وننقعهم نص ساعه. بعد ما هننقعها شويه هنبتدي ناخدها ونصفيه وننزل كل السوائل اللي هي موجوده فيها. بعد ما تتصفى كويس قوي قوي، شايفين شكلها؟ بصوا لونها افتحها خالص، ما فيهاش اي زفاره ولا ريحه دم ولا اي حاجه. ادي التوابل اللي هنضيفها عليها. هنمزج التوابل كلها مع بعض، وبعد ما نمزجها هناخد نص بس التوابل ونقلبهم مع الكبده عشان تحيق شويه. هنبتدي نعمل تركه مهمه جدا. احنا هنجيب طاسه، هنحط شويه زيت حلوين سخنين. بصي للمهم اللي احنا هنعمله دلوقتي، اهم حاجه لازم يكون الزيت سخن قوي، والكبده ما ننزلهاش كلها مره واحده. هنحط حبه حبه ونخليهم مفرودين في الصينيه او الطاسه بتاعتك، لان احنا مش هنقلب في الاول، لان التقليب بيخليها تتقطع وتتفتت. احنا عايزينها شرايح زي ما انتم شفتوها في الفيديو. بعد ما نفردها كده وتحسي انها شكشكت بالمعلقه كده، تفرديها بالراحه. اول ما تشكشك معاكي تدي تقليبه بسيطه بس زي ما انتم شايفين كده. هنقلبها كده ونبتدي نحط بايد الخلطه اللي عندنا ونقلب برضو تقليبه بسيطه. هنجيب بصلايه صغيره قوي 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 ونقطعها صغير جدا، مش هنبشرها، لا متقطعه صغير. ونروح حاطينها كل ده، احنا بنعمل على نار عاليه ونقلب تقليبه حلوه. وانتي بتقلبي هتلاقي البصل داب، وفي الاخر هننزل فلفلتين رومي متقطعين دي في اخر 5 دقايق، ونقلب تقليبه وتاكلي احلى كبده اسكندراني. طبعا لو عايزه تزودي الملح زودي، دي حاجه بتاعتك انت. شايفين شكل الشرايح؟ زي ما قطعتها شرايح بطلع، ولا اتفتفتت ولا منك حاجه. شايفين شكل؟ انا زودت الفلفل لان الفلفل بيدي طعم حلو جدا ليها. عايزه تحطي بقى فلفل حامي براحتك. اتمنى الوصفه النهارده تعجبكم، ولو لسه متابعيني لغايه اللقطه دي ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس. واحلى صوره كبده اسكندراني في سندوتشات. كانت معاكم جيهان عادل.